زهقنا بقى من الاكل فقلنا ايه نعمل النهارده كريب. سهل جدا، كوبايتين دقيق عملولي 9 كريبات. مش مكلف خالص وبنشتريه غالي من بره. اول حاجه خالص هجيب الخلاط وكله في الخلاط، ولا هتتعبي ولا اي حاجه. كوبايتين لبن بلدي، وهحط عليهم بيضتين، ومعلقه كبيره خل، ومعلقتين زيت. يبقى كوبايتين لبن، بيضتين، معلقتين خل، معلقتين زيت، رشة ملح، رشة فلفل اسود. نضرب كل الكلام ده كده في الخلاط مع كوبايتين دقيق. كوبايتين الدقيق هيعملوا لي 9 كريبات. بنشتري الواحد من بره ب30 وب35، حرام. في البيت اوفر واطعم واضمن طبعا. هنصفي بقى الخليط كده، طبعا مطلعش اي رواسب لان احنا ضربناه كويس جدا. هنحطه في التلاجة ربع ساعة وبعدين هنشتغل بيه على طول. هعمل طبعا كريب بطاطس. كنت مقطعه البطاطس كده، حطيتها بقى في الزيت. وهنا بقى هعمل الكريب، جبت طاسة تيفال ومسحتها بمسحة زيت كده. ودلوقتي بقى هنعمل الكريب. نزلت فيها بكبشة من الكريب، عجينة الكريب، وبحرك الطاسة كده عشان تتوزع في الطاسة كلها. خدت الشكل ده ورحت قلباها الناحية التانية. تحفة يا جماعة ومغذي جدا، والولاد بيحبوه. في بيض ولبن. عملت بقى ال9 كريبات بسرعة الصاروخ، خدش وقت خالص. وبعد ما كلنا الولاد قالوا لي كل يوم عايزين من ده. كريب حلو قوي، مش مكلف يعني. هو بس اللبن، ممكن تستبدلي اللبن بالمية، بيبقى جميل برضو. ممكن تحطي كوبايتين مية بدل كوبايتين اللبن، ممكن تحطي كوباية لبن وكوباية مية. انا النهاردة عاملاه كله باللبن. بصوا بقى سخن ازاي، تحفة. عمل لي 9 كريبات. يلا بقى بينا نحشيه. جبت بقى الحشو: كاتشب، مايونيز، بطاطس، طماطم، فلفل رومي، وجبنة رومي. بدأت بقى اوزع كده الكاتشب مع المايونيز. معلش الإضاءة مش حلوة خالص. ونزلت بقى بالبطاطس والطماطم والفلفل. وهلف رول، ممكن نلف. وتحطيت جبنة رومي طبعا، كانت سايحة جوه وكانت تحفة. واديتها بقى صدمة كده على الجريل. قفلت بيه الكريب. ممكن نلفه لفة الشاورما دي، وممكن نلفه اللي هي زي ده كده 7. بصوا لزق ازاي. بنمسح الجريل مسحة كده، او الطاسة التيفال، وبنقوم مدينه صدمة. ومع الجرجير بقى يا سلام. كان عندي زيتون برضو، حاطة فيه زيتون. كان طعمه حلو قوي مع البطاطس.